السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صائغ الحروف وليد وهبة لتعليم ودراسة الخط العربي. من غير ما نتكلم كتير يا جماعة هنخش في الدرس على طول. قبل ما نبدأ بس في الدرس أطلب من السادة المشاهدين فقط الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. احنا إن شاء الله النهاردة هنكتب أو هنتعلم إزاي نكتب حروف كلمة واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الواو هنا يا جماعة بتيجي على 3 حركات، يعني أنا لما أجي أكتب الواو بجيب الواو بالمنظر ده أهو، دي كده حركة مؤاخذة معلش ثواني، كده حركة كأني بلف حوالين نقطة، تمام، وبطلع ما بطلعش بقى حوالين النقطة كلها، بخش في نص النقطة أهو. شايفين الكرف ده لازم يبقى حادف الناحية دي في الاتجاه ده، ما يحدفش بره كده. بنزل هنا بقى كده نقطتين اهو، مع فرك القلم بيديني شكل الواو. الحبر هنا زاد، نعملها تاني اهو، بالمنظر ده كده. الجزء بتاع العين ده بنطمس نصه بالظبط بحيث ان يبقى باقي منه جزء صغير قوي كده. طب الالف، الالف زي ما اتعودنا يا جماعه وقلنا طولها كله 4 نقاط وبتيجي بدرجه ميل، يعني لو عدنا لو قسنا دي كده اهو 4 نقاط من هنا لهنا، تمام، وبتيجي بدرجه ميل. درجه الميل عفوا بتبدأ لو خدت ألف أنا كده خط مستقيم كده هيبان لك هنا نص نقطة، يعني بيبقى حادف ناحية اليمين مع سنة. الكاف، الكاف هنا جاية ودي الكاف في أول الكلمة، ممكن تيجي كده تمام، وممكن تيجي بالشكل اللي هو مكتوب بيه ده كده، لسه ليها أشكال تانية. أذكر نقطة هنا وبنزل بالراء بتاعتي مع فرك القلم، وممكن الجزء ده ترسمه، والنزول بتاعك ده كله بيبقى عبارة عن نقطتين. ادي الالف بتاعتنا، اذكر اسم. السنة بتاعت السين هنا، السنة بتاعت السين هنا ادي نقطة يا جماعة اهي، وممكن الجزء ده ترسمه بالمنظر ده كده اهو. السنة التانية بتيجي من هنا اهي وبتمد بيها نقطتين، بتبقى اطول من دي، وبتطلع دي هي دي، دي هي دي، تمام. الميم، في عندنا اشكال للميم، ممكن تجيب بشكل الميم كده. الميم من الحروف اللي اشكالها كتير، اللي هي كأنها هتعمل هاء بس ما بتكملش للاخر، بتقف هنا وبترجع بالمنظر ده. نلغي الجزء اللي فوق ده، نعملها من غير الجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق ده لو كملناه هنا كده عملنا هاء، يبقى الميم هنا مشتركة بين الاتنين، الحروف كلها بتولد بعضها اهي بالمنظر ده.
هنا بقى هنجيبها كده، ممكن نجيبها كده كأنها شكل الحاء، وبنزل الألف بتاعتي بجيبها هنا، عملت الميم. ربك، احنا قلنا الراء هي نفس فكرة الايه، نقطة كده اهي ونقطتين اللي تحت. التحرك ده شبه عمودي يا جماعة، آسف شبه منحني، يعني مش مستقيم. معلش بس ايه، الحبر الظاهر كتير. دي كده فيها ميل، واحنا قلنا هنا النزول ده نقطتين، هنا نقطتين، ومن هنا لهنا برضك نقطتين، يعني الطول ده كده نقطتين. ربك، الباء ادي النقطة بتاعتي، ادي النقطة بتاعتي، وهنا بلف في دوران حوالين نقطة وبطلع بميل للألف بتاعت الكاف. يعني أنا لو خدت خط مستقيم يا جماعة برضك من هنا كده أهو، هلاقي الخط بيخش، مجرد إنه يوصل هنا دخل جوه الحرف. الكاف بالمنظر ده. الهمزة بتاعت الكاف هي نقطة اهي مشطوفة، وبتيجي من هنا اهو، ترجع تاني والعكس بتاعها، وبترسم دي كده، او بحرف القلم بتمد الحركة بتاعتك دي، النقطة بتاعت ربك هنا. بكرة وأصيلة. كلمة بكرة، 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 انت بتلف حوالين نقطة اهي، تطلع بميل بعرض القلم 4 نقط، كأنك طالع ارتفاع الألف بس بميل. ولو خدت من هنا كده الميل ده هنا درجة ميلته قد ايه، هيطلع لك لو خدت انا خط مستقيم من هنا كده اهو، هيطلع لك هنا 3 نقط. ودي كده اهي بتبقى من 5 نقط ل4 نقط، ودرجة الميل بتاعتها من هنا لهنا نقطتين، وانت هنا بتلف حوالين نقطة. بتيجي هنا كده شطف اهو، وبتنزل، ما بتساويش دي، بتبقى اعلى منها سنة. وادي الراء بتاعتنا، بكرة وأصيلة. الهاء هنا ادي نقطة، وبلف حوالين النقطة، باخد نقطة اهي وبلف حوالين التانية، بعمل هاء. الواو شرحناها في أول الحلقة، وهنشرحها تاني. قلنا بنلف حوالين نقطة، ولو أنا نازل بخلي السيف بتاعي إيه، لجوه مش لبره. اه، بطمس نصها. وادي الألف بتاعتي، وقلنا في درجة ميل. الصاد، صاد اهي تمشي كده 3 نقط وبتنزل نقطة، خط مستقيم كأنك بتاخد الباء. ودي شايف اهي شطفة اهي، وطلوع كده. والشطفة التانية مستقيم، بتطلع بالألف بدرجة الميل بتاعتك، وبتيجي هنا بقى فوق، بتنزل لنص الكلمة، وبتشطف الشطف بتاعك، بيكون مساوي أو مائل شوية أو تحت شوية، بس هو
يفضل يكون متساوي. وادي اللام الف بتاعتك اصيلة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا لحد هنا. يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة، درس بسيط 10 دقايق بالظبط. لو حضراتكم صورتوا الصورة وحاولتوا انكم تتدربوا على الخط، اتمنى منكم ان اي حد عايز يسأل في اي سؤال يتفضل يسألني في الكومنت. وارجو منكم اخيرا انكم تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس يا جماعة، واعجاب بالفيديو. كان معكم وليد وهبة، السلام عليكم ورحمة الله.